السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بألف خير وصحة. زي ما حضراتكم شايفين كده البسبوسة الناعمة الطرية المرملة بطلب ناس كتيرة جدا. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. أول خطوة بعملها يا جماعة في البسبوسة هي تحضير السيرب، لأن احنا عايزين السيرب بتاعنا يدوب دافي مش سخن. كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، وارفعهم على النار ياخدوا غلوة واحدة بس واطفي على طول، مش بضيف ليمون ولا اي شيء. نجيب بقى نحضر البسبوسة مع بعض. في بولة زي ما حضراتكم شايفين هنزل بكوباية وربع من السكر الحبيبات بتاعنا العادي، هنزل عليهم بكوباية من اللبن الدافي. مهم جدا اللبن يكون دافي مش سخن. هنزل كمان ب3 معالق كبار من عسل الجلوكوز، وممكن كمان تخلوهم 4 معالق حسب درجة التحلية اللي انتوا بتحبوها. عسل الجلوكوز ده من الحاجات المتوفرة جدا عند العطار، وسعره مش غالي. العلبة دي عايزة اقول لحضراتكم ب10 جنيه، وقعدت معايا وقت طويل، استخدمتها معاكم في وصفات كتير. طيب لو مش متوفر عندي يا مها استخدم ايه؟ ولا اي حاجة. سيرب الحلويات التقيل اللي استخدمته قبل كده مع حضراتكم وعملته كتير للقطايف والبلح الشام. هناخد نفس مقدار عسل الجلوكوز من السيرب التقيل، بس مهم جدا نحط المقدار ده. انزل كل المقدار بتاعي اللي في المعلقه، لان هو بيبقى تقيل شويه، بيبقى ماسك في المعلقه كده. تمام. ادوب بقى السكر مع عسل الجلوكوز ومع اللبن الدافي. هتبصوا تلاقوه داب على طول بمنتهى السهوله علشان اللبن بتاعنا دافي. بالويسك كده على طول. خطوات سهله وبسيطه جدا المره دي يا جماعه للبسبوسه، بس الطريقه بجد والنتيجه ممتازه. خلاص اتأكدت ان كل الخليط بتاعي داب والدنيا تمام. شايفين داب خالص، مفيش اي تكتلات من عسل الجلوكوز، مفيش سكر. بجيب نص كوباية من السمنة السايحة. ممكن طبعا نستخدم السمنة البلدي، وممكن نستخدم السمنة العلب زي ما انتوا حابين. واكون مجهزة 4 معالق من جوز الهند بنزل بيهم على الخليط. شايفين يا جماعة السهولة؟ مش هتلاقوا اسهل من الطريقة دي للبسبوسة، كله في بولة واحدة. انزل بيهم كده واقلب كويس. طبعا انا مدوبة كل شيء في الاول، انا بس بدي تقليبة كده. حلو جدا. اخر خطوة معايا دقيق السميد الناعم، وده نص كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، بتلاقوه متوفر عند العطار. زي ما حضراتكم شايفين بشاور لكم باطراف صوابعي كده، ويدوب بلم الخليط بتاعي ما بعجنش. لو انا عجنت هيحصل ايه؟ هتطلع معايا البسبوسة ناشفة جدا، والنتيجة هتبقى مش مرضية ابدا. بقلب كده وبتأكد بس ان السميد بتاعي تغلف بكل الخليط الاول اللي انا حطيته. خلاص على طول في الوقت ده بكون مجهزة الصينية بتاعتي وانزل بيها على طول. شايفين الخليط عامل ازاي؟ مش تقيل ومش خفيف، وده المطلوب جدا في خليط البسبوسه. بكون مجهزه في الوقت ده الصينيه دي، صينيه مقاس 28، دهنها دهنه محترمه جدا من السمنه ومن الحروف ومن الارضيه بتاعتها. بنزل بالخليط بتاعي. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي يا جماعه؟ هتلاقوه كمان من كتر ما هو مظبوط بيتفرد معاكم بمنتهى السهوله في الصينيه، ولا بتحتاجوا تبلوا ايديكم بميه ولا بتحتاجوا اي شيء. بصوا عامل ازاي. تمام. مهم قوي يكون الصينيه مقاس 28 عشان ده السمك الحلو قوي للبسبوسه، وكمان تكون الصينيه زي اللي انا جايباها دي ملهاش طوف زي بتاعه الحلواني بالظبط. بتفرق قوي في البسبوسه بتاعتك وما تطلعش معاكي مشققه. بخبط الصينيه خبطتين كده على الرخام علشان اتاكد ان الخليط بتاعي كله متساوي. هنا بقى الجرنشه بتاعتي اختياري جدا. انا هنا استخدمت فول سوداني، ممكن حضراتكم تستخدموا مكسرات اذا كانت متوفره، تستخدموا الكريز المسكر بتاع الحلويات زي ما انتوا عايزينها ساده خالص براحتكم جدا. عملته بالشكل ده كده الفول السوداني. شايفين الشكل حلو ازاي؟ يفتح النفس لوحده. خلاص على الفرن على طول على درجه حراره 180، يا دوب الحروف تاخد لون ذهبي حلو. اطفي الفرن واشغل الشوايه علشان تاخد كمان لون ذهبي من فوق. طلعت البسبوسه بتاعتي بالشكل وبالجمال ده. بكون السيرب بتاعي دافي زي ما اتفقنا، خلاص برد يا دوب بقى دافي مش سخن.
بجيب باكت صغير من الفانيليا، ودي الخطوه اللي انا بحبها، ان احط الفانيليا على السيرب قبل ما اصبه على اي نوع من الحلويات، عشان الفانيليا تحتفظ بريحتها الحلوه، ما تكونش ضاعت عند غليان السيرب على النار. زي ما حضراتكم شايفين بحط كل الكميه بتاعه السيرب، لان دي كميه مظبوطه جدا للبسبوسه او لصينيه البسبوسه بتاعتي اللي نص كيلو سمين. بتتشرب في ثانيه واحده، بدخلها الفرن بعد طبعا ما كنت طفيته علشان تتشرب براحتها. هي ما خدتش دقايق وشربت السيرب كله. بصوا الضغطه اللي انا بعملها دي تبين لكم قد ايه البسبوسه بتاعتك مظبوطه طريه شاربه السيرب، ما طلعش على وش البسبوسه، وده دليل على نجاحها. هقطع بقى لحضراتكم قطعه كده او قطعتين عشان تشوفوا الترميله والجمال. مهم جدا نسيبها تبرد شويه وتهدى علشان القطعه تطلع مظبوطه بنفس شكلها. الله على الجمال، شايفين عامله ازاي؟ القطعه ارتفاعها مظبوط جدا، ما سابتش اي اثر لسيرب في الصينيه، معنى كده ان هي اتشربت السيرب بتاعها تمام، يعني المقدار مظبوط جدا. كمان البسبوسه بتاعتي ناجحه. لو البسبوسه تعرفوا ان هي منين ان هي فاشله، هتلاقوا السيرب ده كله طلع على الوش، وتلاقوها ما اتشربتش كويس والبسبوسه بتاعتك يابسه وناشفه. هقطع لحضراتكم قطعه كده من جوه تشوفوها برضو. بصوا شكلها عامل ازاي، واخده لون ذهبي حلو، ريحتها تجنن. بصوا الجمال يا جماعه، مش محتاجه كلام، متماسكه وفي نفس الوقت ناعمه ومرمله كريميه بشكل غير طبيعي. بجد عايزه اقول لكم الصينيه دي اتنسفت في ثواني، مفيش حد دقها وما عجبتوش. شايفين؟ يا ريتكم معايا تدوقوا الطعم والترميله والجمال بتاع البسبوسه النهارده. اوعدكم بجد بطعم مميز جدا زي بتاع المحلات، وافخم وانضف بكتير. شايفين صباعي بيغرس فيها ازاي؟ بصوا كمان الظهر بتاعها واخد لون ذهبي حلو ازاي. يعني من كل الزوايا هي مستويه كويس جدا، طريقه بجد مفيش بعدها كلام. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبت حضراتكم ونالت رضاكم. لو عجبتكم اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم مها جوهر، شكرا ليكم، السلام عليكم.